بيسجل. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ انا عمو احمد، كنت باجي وانت صغير كده، كنت باجي اخبط عليكوا وبلعب معاك. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني. السلام عليكم على كل الاو جيز، السكان الاصليين لليوتيوب. وحشتوني كده. فيديو كل اسبوع مدلعكوا لحد ما اعمل لكم فيديو كل يوم واتجنن في عقلي يعني واعمل كده، عشان مفيش حد عاقل بيعمل فيديو كل يوم غيري يعني. عندي تعليقين. الناس اللي كانت بتسأل على الفيديو اللي فات ايه اللي انا باكله ده، استنى اطلعه لك. ده شيبسي بس مطول فيرتيكال بحجم التيك توك، ده بتاع اليوتيوب عادي. ما انا اعمل ايه طيب؟ ما بشرح، ما والله هو شيبس مطول. اعمل ايه؟ تاني حاجه الناس كانت بتسأل هو انت بتكلم نفسك؟ بس في ناس صحابي ورا الكاميرا، بس انا مش حابب احط صوتهم. انا النجم الوحيد في هذه الغرفه، ممكن حد يسقف. عايز واحد بس يسقف بس. خلاص. الفيديو اللي فات في بنات قعدت تتمحن على الضيف اللي كان قاعد ورا. انا وهشام العاطف صاحبه عمر كان قاعد. في بنات في الكومنتات هو مين القمر اللي ورا؟ ما شافوهوش والله، ما شافوه. هو مين القمر اللي ورا؟ ما تعمل معاه حلقه يلا. انا في راجل غلبان تحت كده شغال عامل اون بيزنس، ما تطلعه معاك في فيديو يلا بقى. بس في ناس مثلا بتسلم عليا، انا ممكن اطلع معاك في فيديو. انت تقدر تقول كده يا ابني لاياد الموجي؟ هو انا ابن وانا ايه؟ الناس شايفاني ازاي؟ هو مش عارف، كل ما اقابل حد في الشارع يحضني والله. لا بجد في ناس كتير بتقابلني في الشارع بيرجوا ياخدوني بالحضن. يا انت مربيني. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ كنت باجي لك وانت صغير كده البيت اخبط عليك، اقول لك بابا موجود، تقول لي لا، اقول لك ما انا جاي، انا عارف. ايه اللي كان في دماغه وهو بيعمل؟ عايز ايه والله بجد؟ عايز افهم. اللي اخترع الشيبسي ده عنده نقص في الشيبسي اللي قد كده كان بياكل شيبسي قد كده فقال لا انا عايز الكبير. الفترة الأخيرة حصل حاجات غريبة جدا، وهي في ناس اتجوزت وطلقت، وناس كانت متجوزة واتطلقت وبترجع بتتجوز تاني زي ميدو وسماسيم. تقول لي يا بيرجو التناقض ده؟ هقول لك يا ابني انت في موقع جغرافي فاجر. انت التيك توك، الموقع الجغرافي بتاع التيك توك بتاعك الجوريزمه فاجر. انت بتشوف ازنى حاجه في حياتك عليه. لو رحت مثلا شمال اوروبا هتلاقي الامور عاديه، فاهم؟ هتلاقي ميسي بيلعب، لكن هتلاقي ميدو وسماسيمو مثلا في شرق اسيا. هل لو رحت امريكا اللاتينيه هتلاقي تين؟ لا، عشان هي لاتينيه. بيرجو بيرياكت. في واحد اسمه عمرو بسيوني اتجوز، وبعد ما اتجوز بيكتب كتابه راحوا مضيينه على ورقه فاضيه، قايمه فاضيه. قايمه فاضيه دي يعني زي شيك على بياض، بياخدوها بيمضوه بقى على، ممكن يكتبوا بعديها بساعه واحده جاب لها هامر ومرسيدس ورانج روفر. فطلع معرفش بقى بيستغيث بدل يعني، مش عارف بيعمل ايه. الفيديو ده موجه لوزاره الداخليه وقضاه مصر. يا جماعه انا عريس اتكسر فرحتي واتغدر بيه واتنصب عليا يوم كاتب كتابي، والمصحف ده كلام اشهد عليه قدام ربنا. كل كلمه هتطلع مني صدق، مش هكدب في ولا كلمه هقولها في القصه دي. انا يوم كاتب كتابي قعدنا كلنا عشان نكتب كاتب الكتاب وكتبت الكتاب، وقعدت اسال المأذون ايه الورق ده انت بتمضينا على ايه؟ انا مش عاطي اخوانه طبعا وبتعامل باصلي، وهو مش عايز يقول لي، المأذون ما كانش عايز يقول لي اي حاجه خالص. المهم خلصنا يوم كاتب الكتاب، فرحنا وعيطنا وانبسطنا وروحنا نمنا. صحيت حلو عيطنا. لو مستنيه الفيرست لوك عيط، فانا عيطت. بتمضيني على قايمه على بياض؟ لا مؤاخذه عمر، بس لازم نهزر برضه عشان ايه؟ الفيديوهات اتبعتت لي ولقيت نفسي بمضي على قايمه على بياض. طبعا بقى كل الكلام ده بدون علمي، بدون ادبي، بدون علمي انا اسف بجد. انا بعتذر والله. لا، حاسس بحقاره يعني. ايه اللي انا قلته ده؟ ومش هشيلها في المونتاج جزاء ليا. يعني لا، انا استاهل. بيرجو بيرياكت. اللي كان موجود معاهم من اول اليوم محدش بلغه، كانوا كلهم عمالين يتهربوا منه ومحدش بلغه باي حاجه ولا عرفه انا همضي على ايه، ابنك هيمضي على ايه. يعني انت تكتب فيها اللي انت عايز تكتبه وبعد كده انا توديني في داهيه. ومعايا اثباتات لكل كلمه انا بقولها. وكل اللي في الفيديو ان المأذون عمال يخبي صوره القايمه، ورقه القايمه كان عمال يمحيها، مش عايز يوري لاي حد انا بمضي على ايه. والمصور عمال يقول لي نزل الشنطه، وهو ما كانش عايز ينزل الشنطه، وقاصد ان هو يحط الشنطه، وعمال يرفع في الغطا بتاع الشنطه عشان يداري الورقه تماما، عشان يداري انا بمضي على ايه اصلا. واقول له يا شيخ انت بتمضيني على حاجه انا مش عارفها ولا ايه؟ انا شاكك فيك. يقول لي يا عم امضي، ده انت بتمضي على عمرك وموتك. قسما بالله ده حصل ومعايا اثباتات. كل كلمه بطلعها معايا الاثبات بتاعها يعني. طب ما يا عمر، انا برضو عندي هنا تعليق بسيط على اي مشاكل اسريه او اي مشاكل بقى زي دي بتتعرض على النت. انت معاك اثباتات، ما تروح اعمل شكوى قضائيه، روح اعمل محضر. وبتناشد وزاره الداخليه، ما تروح لها
يعني انت قاعد مكانك وبتناشد وزاره الداخليه، ما تروح. طبعا فاهم الناس هتقول لا، ما عشان الموضوع لما بيبقى راي عام وترند وكده فالشرطه بتتدخل اسرع. ما هو ده برضو ليه ضريبه، وهي ان انت بتفضح نفسك، وفي الاخر الناس دي بترجع لبعض زي ميدو وسماسيم، وطلعت جرست له وفتح لي ايدي. طب ما فتح لك ايدك محضر، طالما انت بقى شارياه والعشره وجوزك هتحبسيه خلاص، يبقى تحط بلاستر لمدى حياتك. انما مع اول مشكله هتنفصلوا فيها فتطلعي تقولي ده كان بقى بيعمل لا او نرشر الغسيل الوسخ، ما دي ليها ضريبه. زي ما برضه اي حد يتخبط في الشارع يقوم مصور ويبعت لوزاره الداخليه. الاي تي يا عيني اللي قاعد في مبنى وزاره الداخليه قاعد اللي هو كل شويه بقى فندم في مشكله طلاق، فندم في واحد اتسرق منه جزمته وبيناشد وزاره الداخليه. حاجه حلوه بس يا ريت نستغلها بجد في حاجه تستاهل. لكن انت معاك ما شاء الله اثباتات، بتقول انا معايا اثباتات والراجل قاعد، انت عارف ان انت بتتغفل، ما بتمصم ليه؟ مش مدي اخوانا. روح بقى بالاثباتات دي اعمل محضر انا اتلعب فيا. طب والبنت ايه ردها؟ ده ردها. وكذا مره اطلع اقول لكم كده محدش يصدق حياه السوشيال ميديا. هو بيطلع بعد ما اخوه حركه اللي هو يلا قسما بالله قراره ما من نفسه، قراره من امه ومن خلانه ومن خالاته ومن اخوه. ده ايه العيله؟ ايه؟ في انت متاكد يا ابني انك مش مدي اخوانا وشاريها؟ ايه ده؟ ومن مرات اخوه. ده مش راجل يا ابني انت متاكد ان انت ما كنتش مدي اخوانا من الاول؟ ده ايه ده؟ والله ما راجل، ده انا ارجل منه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. كلمة انا ارجل منه لما بنت بتقولها بحس ان اولا عندها شعر في رجلها كتير قوي. لما اي بنت بتقول انا ارجل من اي راجل بحس ان في شعر في رجلها، ما اعرفش ليه رجلها يعني مش ما والله ما اعرف. وبيكلم الراجل هناك يقول له انا هطلق، اللي خلقك ما خلقش غيرك، ده غور، ده يروح قرد يجي سبع. قالت عليه مش راجل، قالت عليه قرد، قالت ان هي ارجل منه. والكلمه دي بتحسسني تجاه اي بنت ان عندها شعر في رجلها كتير جدا. تفكرني اطلع اعيط وخاف، فكرني اطلع زي ما انت بتعمل وابص في الفيديوهات. الفيديو طول ما هو يفضل ساكت شويه ويبص مين معاه وهيملوا له ايه ويسكت، بعد كده يتكلم. يفضل ساكت شويه ويبص لهم بعد كده يتكلم. وكذا مره اطلع. يا نهار اسود، اللهم ابعد عنا فزع اللي هو الحاجات اللي بتطلع فجأة دي كده. تلاقي اتنين بيحبوا بعض وفجأة تلاقي يا نهار اسود، يا نهار ازرق، يا نهار ريمبو. انا طالعه اتكلم بما يرضي الله. طبعا كله بما يرضي الله. هو مش راجل وايه كمان يا حلوه؟ انا طلعت لايف واتكلمت وانفعلت وكل غضبي طلع. معذوره، هرمونات برضو. بصوا يا جماعه، انا الانسان ده ما شفتش منه غير كل خير، والانسان ده ما شافش مني غير كل خير. يا بقى شغل البايبولر ده ما بحبوش بقى. كل خير ايه ده؟ انت ارجل منه. اما بقيتش فاهم حاجه. كاتب الكتاب اول حاجه كده بسم الله، قال حاجه ان انا دافع وصارف. اول حاجه يا جماعه القاعه مقابل اعلان دعايه، اي مصور كان موجود مقابل دعايه. انا عمري ما شفت ان في 2026 هبدا اشوف ان في جوازات كوميرشال ادفرتايزنج. البنت دي هتلاقي فستانها فعلا ادفرتايزنج، بعته لها مقابل ستوري، بدلته مقابل ستوري، المأذون بس يا ابني تمنشنا والنبي كده على الحساب. الجفتات مقابل دعايه، ما دفعش غير حاجه، الفستان مقابل دعايه، البدله مقابل دعايه، ما دفعش وربنا انا كنت بهزر، اقسم بالله انا كنت بهزر. طب هو دفع ايه؟ ما دفعش غير حاجه واحده فقط وهو الفندق. اللي هو يعني كتر خيره، كتر خير. انا بحب قوي الغسيل اللي بيتنشر لي ده، واقعد اجادج بقى. لا هو اللي غلطان، لا انت اللي غلطانه، لا وانا بحس ان انا في ايدي كده القوه، فاهم؟ معك 4 نعم. انا وقفت حاجه، لا الحمد لله ما وقفتش قوي. حتى العربيه كان اخوه جايبها له ب 13000 جنيه، بابا جابها له ب 6000 جنيه. ادي اللي بناخده من اهل اسكندريه. يوم ما روحنا بقول لك مره واحد اسكندراني لقى البحر هايج سابه ومشي عشان ما يغرقش. قاعد والقايمه بتيجي وبتتكتب. بابا كان قاعد بشهاده الشهود، ومنهم صحاب عمر نفسهم قالوا لا ابوه كان قاعد. اتقال لنا ان ابوه ما كانش يعرف غير بعد كتب الكتاب، ابوه اللي قال كده. واتقال ابويا ما كانش يعرف خالص،
واتقال ابويا كان حاضر والقايمه بتيجي ما حضرش. ايوه يا بنتي ها. طيب انا شايف ان البنت يا عيني عماله، يعني البنت عملت غلط كبير ان هي واقفه جنب ابوها يعني هو صاحب الخطه، والبنت مش واقفه جنب جوزها، واقفه جنب ابوها، فهي جوازه فاشله من البدايه. طبعا كل الناس ماسكه البنت تريقه في الكومنتات وشتيمه وبتاع، انا فاهم عشان خاطر هي قالت ان هو مش راجل ومش مرتبه كلامها وكده. فهو ده بقى الجواز ده 2026 يا برو. اصلا بص الفيديو ده بيبين لك كل حاجه، يعني بص. خلاص شكرا. يعني اقسم بالله انا ومراتي لو حطت ايديها عليا هنا كده وانا بتجوز. هنبدا بقى عنف ضد المراه، وهنبدا بقى ريهام سعيد تستضيفنا. الفيديو ده فيه طاقه ذكوريه فعلا من البنت عاليه قوي، وما شاء الله الولد مديني الفايب اللي هو عارف انت الهزار بتاع انا لازم اروح بدري عشان مراتي هترفع الشبشب. بيرجو بيرياكت عمر لانه صاحبي، ومن اول الموضوع انا كنت بطمن عليه وبساله قبل ما اعرف ان الموضوع يوصل لكده خالص. كنت بكلمه واتصدمت، وكان الموضوع بالنسبه لي كارثه ان هو بعد تاني يوم او تالت يوم بيقول لي ان في مشاكل وحوارات كبيره، وانا الموضوع كان مضايقني جدا جدا. وكنت بقعد اقول له يا عمر حل ولا واقعد واسمع. اول ما كنت بساله في الحاجه دي كان بيقول لي يا بوشا طالبين مني كذا كذا، وبيقول لي والدها عايز فلوس مش عارف 140,000 وعايز كذا عشان خاطر الشقه يكتب تلتين وتلت. كان بيقول لي كلام كبير قوي. عمر لما انا اتكلمت معاه موضوع ان الناس عماله تنزل ان ده ترند وان هم رجعوا لبعض في كلمه. ابو البنت بالمناسبه وقف جنبه العريس ان هو اداله فلوس يشتري شقه، والولد لما رجع له الفلوس ابوها ما كانش عايز يكتب له الشقه كامله باسمه. ولما ريهام سعيد استضافته قال لها ده انا كنت جايبها استثمار ايه يا ابني؟ ده انت هتتجوز، يعني ايه استثمار؟ ده وقته ده بجد والله، يعني بنتك تبور بقى. يا دين امي على الناس. 100 ناس عماله تكتب ان هم رجعوا لبعض وكانوا متفقين. الموضوع ده يا جدعان محزن جدا. ترند ايه وعبط ايه؟ هو الموضوع اقسم بالله ما كان مقصود، ومتاكد ان عمر ما كانش حابب الموضوع يوصل لحته الميديا وان هو يوصل للحته دي. في ناس كتير جدا شايفه ان ليه ما زي ما الجواز كان سبونسر فالطلاق برضو بقى سبونسر، يعني عشان خاطر يبقى برضو متعادله، ما يديش بقى فلوس للمأذون. خلى الطلاق ايه؟ طلع فيديو، عمل فيديو وخلى الفيديو بقى هو اللي الناس بقى هي اللي تحل. حد يسبونسر يا جماعه الموضوع ده والنبي عشان نعرف هنعمل ايه. حد يسبونسر القايمه اللي اتكتبت دي، شوف بقى جابت ايه الفرنيتشرز دي ايه. ده هيجوا بقى ايكيا ما عندي، شوف خلى ابويا يكتب اللي يكتبه، القايمه دي عندي. وايه بقى اللي بيحصل الطرف الثاني عند البنت؟ ان هي بدات تنزل فيديوز وبتخرج بخروجات وعماله تعمل لايفات، وقالت فيه وما بيردش عليه عمر اختفى. وقالت ان هي ارجل منه، وقالت عليه مش راجل، وانه بيسمع كلام امه واخته ومرات اخوه واخوه وعمته وكده، هو ملوش شخصيه يعني فيما معناه يعني. واخوه اتكلم ماما وليا صفاره بقى. انا فاهم الولد لما اتخانق معاها او كده، تاني يوم راحت منزله فيديو انا متاكد مستفز لذكورته، اللي انا بصراحه ما شفتهاش في الرقصه اللي رقصها معاها. كانت بتقول له مسيطره وهو عمال يعمل لها كده، لو مسيطره اهو همشيك، وهو عمال بقى يمسح عرق وكده، وهي بتقول لها همشيك مستر. لا ايه تزيد الصوره ازاي يعني؟ اللي هو خليك لو شفت هو بيهرب يعني، فهي بتجيله من الجاكيت. لا ايه العب ياك انزل لي يا ابني. والبت بقى اللي مسيطر اهو. لا اسماعيل ياسين مره ناس سالت اسماعيل ياسين على سؤال ما عرفوش، عمل لهم لا اسماعيل ياسين قال لهم ايوه، قال لنا 4 في 4 بكام؟ قال لهم والنبي ما انا عارف. كان ده كوميديا الاربعينات. والنبي مش عارف، انا شايف فيجن لو حد شافه في مخي هيموت من الضحك. نفسي اوصله بس مضحكاني في دماغي. يا أما نسيت احنا يا جدعان الجواز ابن فجرة. انت خلاص اقسم بالله ليجاسي عنده حق. طول حياته بيغني عن الفراق والنساء مفشوخ يا عيني. ما كانش بيده ضيعوته. خليك ضحية، ما تتجوزش ولا تحب. هتعمل قايمة على بياض بقى وتطلع تقول انت مش راجل. يلا بقى الراجل قلب ماضي على نفسه. هو ايه موضوع البنت تضمن حقها ده؟ انا عارف ان انا بكسر تابوهات والله مش قصدي، يعني ايه البنت تضمن حقها؟
بتضمن حق ايه؟ اللي هو مثلا انت اتجوزتها فهتبقى مطلقه، فمطلقه بقى وكده، فمفيش المطلقه راحت المطلقه، انا فاهم ماشي، فبتضمن حقها فلوس يعني؟ يعني مطلقه بس معاها فلوس يعني. مش فاهم. حد بجد يجي يشاور لي على الحروف اللي على النقط ولا النقط اللي مش فاهم يعني ايه تضمن حقها عشان ما يتجوزهاش ويطلقها ويرميها في الشارع. الله، يعني مش جايبها من بيت ابوها؟ الا بيت ابوها بعد ما اتجوزها هيتفجر ولا ايه؟ لا، ما انت برضو تضمن حقها. ماشي، انا يا عم طلقتها واديتها فلوس، يعني الفلوس دي مش هترميها في الشارع؟ ما اللقب زي ما هو، ضمنت حق ايه؟ نقطة غريبة الحوار بتاع اضمن حق بنتي. تضمن ايه يا حاج؟ ما انا مين يضمن انا كمان؟ وانت فاكرها بالساهل كده تجوزها وما تديهاش فلوس لما تطلقها؟ مش هي كده؟ ولا هي بقى فكرة بقى اللي هو هي ما انت هتتجوز بنتي وهتبقوا بقى بتتجوزوا كل يوم جواز، في الاخر تطلقها؟ هل هي بيشوفوها كده؟ دي تبقى كارثة. يعني ايه ده بيحب بيقول 4 سنين؟ ده بيقول 4 سنين، يعني هو الراجل اللي بيتبسط مش فاهم. يعني هي بتضحي حتى في دي، خلوها بتضحي. هو ايه هو حق بنتك اللي انا هاخده اللي انت عايز تضمنه؟ ايه هو؟ لو راجل تقول ايه هو؟ كان لازم يطلع يقول اللي حصل، كان لازم بقى ما هو برضه دي سمعته، الراجل طلع وضح لما خلاص حل. سمعته، سمعة الراجل. الله يرحمك يا محمد اوتاك، ده واحد صاحبي اتسرب له فيديو كده كان بيدرب الكلب بتاعه. بس كلب ايه قد كده؟ بيرجو بيرياكت. فهو ما كانش عارف ومش عاجبه الموضوع، واتصل وقال لا انتوا غفلتوني او ليه خليتوني امضي وانا ما كانش عاجبني الموضوع. وانا بتفرج على حلقه ريم سعيد مش عاجبني خالص ان هو بيقول لا اصل انا ما حدش قبل كاتب الكتاب اتكلم في موضوع القايمه. طب هي بتقول له طب انت ما اتكلمتش ليه سبتوا الموضوع اليوم في كاتب الكتاب تتكلموا؟ ابوها كينج فشخ. لا والله القايمه كتبتها عشان استنيت حد يجي يكلمني، ما لقيتش، قمت قايمه على بياض بقى، يلا بقى نشوف بعدين. فاجر. طيب ملخصا للي انا عايز اقوله في نفسي هنا، واقف لي هنا عايز اقوله، اي موضوع جواز 4 بقى، فكك من حوارات السنين دي عشان السنين دي ما بتاكلش عيش والله، لان انت بتدور دايما، يعني انت بتلعب بديلك. انا عارف اهو، بص لي في عيني، بص لو ذكر قولي لا، بس خلاص تمام. هو فاهم انا بتكلم، اصل ما احنا رجاله زي بعض. انت بتحاول برضو تشوف حاجه كده وبتبقى هي دي معاك. البنت كذلك، انا بعناية بشوف بنت ما ماشيه مع راجل ذكر فحل قدوه وبعد كده بتبص بقى، تبص يمين وشمال. ففكك 4 سنين مش 4 سنين، انت حاولت فيها كل المحاولات انك تلاقي حد بديل. البنت كذلك حرفيا بتشوف حد تاني، بتقارن بيك كتير طول حياتك، بتقارنك. ال4 سنين دي انت دخلت كومبيتيشن انت لا تعلم عنها شيء، وانت للاسف اللي كسبت عشان هي اللي عارفه تمشيك. الباقي ما عرفتش تمشيهم. تبقى شايف بنت ماشيه في الشارع ومعاها فحل قدوه وتخليه يصورها، اللي هو ما الصور دي هتنزل، ما هو ده الكامبين دي معموله لايه؟ صور بقى لا، واللي هي بقى بالبوزيشنز يا جماعه، في يعني اللي حابب يعني. فالحوار لا، يعني الحوار بجد مش بالسنين، هي بالاحترام. والله احترمنا بعض هنحترم الدنيا كلها والدنيا كلها تحترمنا. انت داخل بالمعروف، والله بص انا اللي حيلتي 1 2 3، يقول لك لا احنا عايزين ال3 وال4 وال5، هتقول لهم والله انا اقدر اوفر ال5 وال4 دي هنتكلم فيها، يقول لك لا احنا مصرين على ال4، اقول لهم سلام عليكم انا مش عايز الجوازه دي، ويمشي وهي تشوف حل، ولا تلقح عليك ولا انت تلقح والكلام ده. لكن بقى ده يسيبها على الله، ويا عم انا مش عايز حاجه، انا بشتري راجل والله، انا يا ابني انا عايز استرها، هي دي البنت دي اجوزها واسترها، يتعامل يعني معاها ان هي بلا ازرق. والام يعني ام الواد برضه، انا الواد عايز اجوزه ويعقل بقى كده ويستقر ويقعد في البيت، ده هبل. ده هتلاقي محكمه الاسره شغاله بسبب ده. محكمه الاسره كان زمانها اتقفلت من 1980 لو ما كانش الناس ماشيه بالمبدا ده، بس هي شغاله بسبب حاجتين: البلوجرز اللي بيصوروا الحياه الفيك اللي انت بتفتكر ان هم متجوزين بعض عن حب واللي هم بيحبوا بعض قدامك على الريلز، اقسم بالله ولا اي بلوجر كونتنت بتاعهم عن الحب والجواز بيحبوا بعض، بقسمها انا عايش معاهم، انا قاعد معاهم. اي 2 متجوزين وبيوروا لكم ده قوي ان هم بيحبوا بعض، اقسم بالله ابدا، ده اللي نفسهم يعيشوه. اي 2 متجوزين بيحبوا بعض قوي، انت مش هتحس بده. هي دي الفكره، ان هم بس اللي يحسوا بده مش انت. انما لو وصلت لك انت بالشكل ده هو ده اللي عايز يوريه لك. فعشان كده ملاحظ مؤخرا كل الناس بتتجوز وبتطلق، عشان خاطر الخرا اللي المحتوى اللي على النت. 2 يتجوزوا يروحوا يقعدوا في المالديفز، فالعيني البنت هتقارن بقى اللي هو وانا اتجوز ابو شبشب مقطوع ده انا ده مش هيوديني الساحل الطيب. طب يا بنتي ما ارضي وان شاء الله يوديكي الساحل الطيب. لا ده انا شفت فستقه ولؤلؤه ال2 متجوزين طلعوا على باريس
انا عايزه واحد زي ده، قمه الماتيرياليستيك. والمشكله تتجوز واحد زي ده يروح مديها اول قلم تطلع تجرسه. طب ما الله، هو انت عايزه كل حاجه؟ ما انا نفسي اتجوز فاشونيستا، ما انا عايز اتجوز واحده فاشونيستا وما شاء الله عامله برازيليان بوتي. فشولك بقى مين يا باشا؟ ميدو وسماسيمو رجعوا لبعض بعد ما طلعت جرست لام يعني فشخته. المشكله ان الفيديو ده هم عارفين ان هم متصورين، يعني بص حتى ايه بتتشيك الكاميرا كده، بص اهو البصه دي مش للشجره، يعني البصه دي للي بيصور. بص اهي اتاكدت دن، قامت راجعه بقى اللي هو فهي وهو بقى اللي هو برضه بيتشيك الكاميرا كده من تحت النضاره، بيبص كده اللي هو الامور كلها تحت السيطره وقال لي ننفذ يا باشا اتفضل. كامبينز، الحب بقى كامبين. هم حسوا كده اللي هو هنرجع للناس ازاي؟ هنقول ان احنا رجعنا؟ لا عمل بقى فكره بقى، لا احنا هنخلي واحده صاحبتنا تصورنا من فوق، قال يعني ان احنا ماشيين في الشمس، يعني انتوا ماشيين ساعه ظهريه الشمس الظل تحتيكم. دي حاجتين، يا بيجي لك انهيار عصبي يا ضربه شمس بتموت. محدش بيتمشى في الجو ده، يعني انتوا كنتوا قاعدين في المكان اللي انتوا متصورين منه ده. فهم قاعدين قالوا احنا هننزل نعمل ان احنا بنتمشى وبيصورينا انت بقى صاحبه سماسيمو انت كده، ونقول ان هو تسريب عشان نرجع الناس خلاص تبقى عارفه. قامت سماسيمو بصه كده اللي هو ايه ده، دي بتصور؟ بص النبي ميدو كده شوفها ظابطه الانجل بتاع التصوير ولا لا؟ وريني كده. ظبطها، بس اعملي ان انت ماشيه جنبي في درجه حراره 40 الساعه 1 الظهر. باشا الحاجات دي ب3 جنيه لب وزداني، وربنا كتب لك احسن منها. عامل لهم ترند فاجر. شفت بقى موقعك الجغرافي ازاي فاجر؟ هل انت العبث ده كنت هتشوفه؟ هل في قايمه في جنوب افريقيا؟ مفيش قايمه، مفيش جنوب افريقيا اصلا. جنوب افريقيا ما فيهاش افارقه، كلهم ناس بيض وشبه الصينيين زي الواد بلاش عشان ابوه بيزعل. برجو بيرياكت. لا يا جماعه بجد محتاجه افهم الجيمات اللي في مصر مالهم عملوا ايه؟ يعني وليه مش عارفه اصور في جيم؟ ايه يعني ايه السؤال ايه السؤال اللي ملوش اجابه ده؟ يعني ايه وليه مش عارفه اصور في جيم؟ عشان ده جيم. عشان جيم مش كودك. وكل ما اروح جيم بعد ما بقعد اسبوع يقولوا لي خلاص ما ينفعش تصوير. وبعدين لما برايفسي بيبقى في حد مثلا بيخون مراته ورايح مع صاحبته مش عايز يظهر عشان مراته ما تقفشوش. برايفسي. لما باجي اشترك في جيم تاني دلوقتي او جيم قديم اصلا انا كنت فيه، فخلاص يعرفوا ان انا بقيت بصور. فلما بكلمهم او مثلا جيم عادي داخله رايحه فيه جديد بكلمهم بيقول لي اكيد طبعا تعالي وما اعرفش ايه. ولما بروح كده يعمل لها تيجي تقول له اول ما يشوفها بتصور كتبت عليك. مفيش، ممنوع يا فندم، ممنوع والله. لا ضحكت عليك. مراني بقى وبطلي مرقعه. لا اصل ويتنج ليست مش هتدخلي الجيم، لا مش هينفع. ولا استني هرد عليكي معرفش كمان شهرين ثلاثه ايه مش فاهمه يعني. ما انا دافعه مبلغ قد كده هدفع مبلغ قد عشان ما اصورش. انا دافع مبلغ عايز اصور، هرده ازاي المبلغ ده؟ ما انا لازم اصور. شغلها يعني شغلها، ما هي شغاله فاشونيستا او ترينر معرفش كده. انا عارفه ان انتوا مش فارق معاكم ان في حد بيجي كل يوم بيتمرن، انتوا محتاجين ناس بتيجي يوم ومليون لا. ازاي يعني حد يجي لكم يعني بيتمرن كل يوم يعني ولا بيصور يعني؟ انتوا يعني ليه اصلا؟ هو ليه بجد؟ الحل بقى الوحيد اللي انا عملته ان انا رحت جيم ليديز اونلي. طب ما ايه ده؟ طب ما يعني ما طب ما نروح ليديز اونلي، بس ازاي؟ ما الليديز اونلي مش بنبقى بالشياكه دي يعني. طبعا انا ما عنديش مشكله مع ده لان ما فيش بنات بتروح اصلا الجيم فبصور. ده ايه ده تتريق على بني جنسي؟ ما فيش بنات بتروح جيم؟ ده انا كل اصحابي البنات بيروحوا الجيم. ايه ده؟ بس الدمبلز بقى يعني اعلى حاجه فيه 30 كيلو. يا عم انت يا عم يا اللي بتشي يا عم جودزيلا انت لا البيج رامي يا اخواتي. انا والله انا بشيل 30 كيلو بس يعني ليه؟ ما فيش اصلا ماشينز ابر، ما فيش ماشينز ابر، في داونر. علشان لما ابقى غنيه موت انا بس هعمل جيم بس للناس اللي بتروح الانفلونسرز بس. ونشيل الدمبلز ونحط بقى ايه سيلف ستيكس. الناس تروح تشيل ترايبودز وفلاش. عندك النهارده عندي فلاش وترايبودز. هلعب النهارده فولو ان يقعدوا بقى بصباعه كده يشيل الفولو ويحط الفولو، والتاني يمسك الترايبود والفلاش. واحد تاني عنده كامبين، تمرينه كامبين، بيفتح الجيميل قبل ما يبعتوا له.
يرد على طول، اسرع رد على الكامبينز. ما هو جيم انفلونسرز بقى. جامد يا رو، جامده يا رو يا روحي. حلو، وريني كده بتصوري ايه طيب؟ احلى مسا على التعبير. طب انت خبيتي ايه في الاول؟ حبيبي والله ربنا يبارك لك، حبيبي يا حبيبي، ربنا يبارك لك يا رب. احلى مسا على التعبير. طب ما هو طب وكان لازمته ايه؟ انا عاجبني اللي داخل يقول ما طبيعي الجيمات تمنع التصوير لو هيبقى كده يعني. بيرجو بيرياكت. تعالى هنا اقول لك على حاجه. ايه انت بتكلمني بتناكه ليه كده يا ابني؟ انت معاك كام في جيبك؟ سعر الدولار النهارده بكام؟ مش مهتم عشان فقير، مش عايز اعرف. طب تعرف سعر الدولار بكره هيكون بكام؟ بنفس سعر النهارده. ايه؟ طب تعرف بعد سنتين هيكون بكام؟ لا ده انت بتتكلم بيزنس بقى. اصل غمز لي كده اللي هو طب تعرف بعد سنتين هتكون بكام؟ هانفست ولا ايه؟ هنستثمر مع بعض. حلو قوي، كلمنا عن التداول والنبي. طب انا كنت زيك كده من سنتين تلاتة. كنت زيك فقير شحات عربجي ما حلتيش اللضا نفسه كده يشوف يقول يلعن. الناس كانت بتقول لي ايه بقى؟ حوش، شيل فلوس. بس انا حوش ايه؟ ده اللي جاي على قد اللي باكله يعني. احوش ربع طعميه، هشيل ربع القرص. اصل هي كالوريز والنبي. بس انا كل اللي انا كنت عايزه ان انا اخرج من الدوامه دي. ومن فتره كده في سؤال عمال بيدور في دماغي. يا ترى يا وليد يا واو، الدولار هيبقى بكام بعد 4 سنين؟ اعمل ايه عشان ابقى شخص ناجح؟ تشتغل لحد ما لقيت الحل. اديني بقى الاعلان اللي انت بتعمله. ايه؟ صحيح انا تعبت عقبال ما الاقيه. يا عم امسح حرقك وقول لي بس. المهم ان شفت اللفه وربنا قبل. بص اللفه، بص يا لهوي، لفه واحد ناجح. واحد عارف الدولار كمان سنتين هيبقى بكام. ده انا اخش معاه انفستور. بس المهم اني لقيت. طبعا انت دلوقتي هتموت وتطلع من ثغره الفشل اللي انت فيها. انا نفسي، انا فاشل قوي. ايه ده؟ طلعني وتكون شخص ناجح زيي. انا نفسي ابقى زيك بس بعد الشر يعني. عايز تبقى ناجح زيي؟ اتمنى يا رب. لا والله بهزر. تابع كل الفيديوهات اللي جايه. طب اعمل ايه؟ وكل اللي عليك يا معلم خش عندي في الكومنتات. واحد فاشل يعني معمول له لودنج، يعني اللي هو انا مستني ابقى ناجح بس في بافرنج. مستني ال 100% لودنج، يعني هستنى لسه الفيديو التاني وانا قاعد فاشل ومستني الفيديو التاني عشان انجح. خدني من دوامة الفشل وقاعد مستني يا رب ابقى ناجح. الفيديو نزل؟ لا مش هو ده، نزل ستوري. مستني استاذ وليد يحن على ميتين امي ويطلعني من دوامة الفشل وينجحني. او ده مثلا بيأخر الغدا عشان ما يتعشاش، يقعد يبدل في الكالوريز. النهارده بيض بكره فول، وينبسط قوي بكره فول. بيرجو بيرياكت. انا عايز اكلمه اقول له الاوردر اللي انا طالبه اتاخر ليه. انا طالب بيتزا تشيكن رانش. انت اكلتها وعملت فيديو. ده انت ناجح ولا ايه؟ انت عارف الدولار بكام؟ عاملين ايه؟ فاكريني؟ استنى، هو كاتب ايه؟ بيقول انا جيت. انا كريم عادل. لا يا عم انت محمد صلاح. القلب الصافي، القلب الطيب. ايوه يا عم. وضحك اللي هو يعني انا القلب. يا رب والنبي، يا رب وانا غبي ولا ذكي؟ انا مش فاهم حاجه والله بجد. حاسس ان انا فاهم الناس وفي نفس الوقت مش فاهمني. انا مين؟ انا مش فاهم حاجه. عاملين ايه؟ فاكريني؟ يا عم يا عم عندك ماتش يوم الجمعه. انا كريم عادل. يا عم انت والله محمد صلاح. هو انت يا عم من ديروت. يا حبيبي انا مع صاحبتي بعد ما اتجوزت. يعني ايه يا اسطى؟ يعني ايه والله؟ قافل الكومنتس. انا فهمت خلاص. فاهمين بقى يا جدعان؟ يعني ده مصور صاحبته، وانا ما اعرفش فين جوزها بصراحه، بس انا ماليش اي دعوه. انا ماليش اي لازمه، ما حدش ياخد كلامي على محمل جد. بس ده كمان سنه هيبقوا في محكمه الاسره وهتقول انا ارجل منه، ده انا كنت برقص لصاحبي. يلا بقى يلا. انت قافل الكومنتات ليه؟ خايف من ايه يا حبيبي؟ خايف من ايه يا بابا؟ على فكره الناس هتتقبل الفيديو ده عادي جدا، محدش عنده مشكله مع ان انت مع صاحبتك بعد ما اتجوزت. احنا كمجتمع مصري متقبلين الفيديو ده جدا. انت ليه قافل الكومنتات يا حبيبي؟ افتحها والنبي. افتحها عادي. انت ليه مضايق الموضوع؟ ما تقلقش. يعني ايه بتوصل ايه بالفيديو ده؟ يعني بتوصل ايه بالفيديو؟ فالناس 1,000,000% في الكومنتات انا سامع
جوزها مع الفوتوغرافر، برجو بيرياكت. او ده الفوتوغرافر مع صاحبته. افتح يا حبيبي الكومنتات، انت خايف من ايه يا بابا؟ عادي الفيديو ما فيهوش اي حاجه، احنا مش هنتضايق خالص. افتح اوعى تقفل، اوعى حد يقفل الكومنتات. ايه يا جماعه، ده رايي يعني، مجرد راي. يا نهار ابيض، انت عادي مع صاحبتك بتتبسطوا يا حبيبي، انا فاهم ان هي بترقص وانت قاعد باشا، ما فيهوش اي حاجه الفيديو ده. رجع الكومنتات يا راجل. حد بيعرف يعمل الحركه دي؟ ده ايه طفل الانابيب ده؟ حد بيعرف يعمل الحركه دي؟ حد بيعرف يعمل الحركه دي؟ اهو ده التعفن الدماغي يا عيني اللي وصلوا بيه اطفالنا بقى عندهم برين روت. اطفالنا خلاص من كتر اللي بيشوفها على السوشيال ميديا بقى بينطوا في الاسانسيرات وبيعملوا حاجات غريبه. نفسي في سندوتش شاورما سوري يعني. ده تصريح يعني. انا نفسي في سندوتش شاورما سوري وتوميه كتير وبطاطس بيبسي، بق بيبسي، وبعدها بيبسي. الله عليك غاوي اكل ده. وبعدها ادخل انام على طول. لا بعديها تروح ايه داخل الحمام تضرب، لا وبعديها تتفرج على الدحيح وتاكل حاجه مسكره وتنام. ما اشغلش بالي باي حاجه، خلاص يبقى كده اتعشت على كده. الراجل ده شوفه من بعيد اقول الراجل ده فهمان دنيا وعامل كده. جيبي اندومي حلي يومي. بص الواد يعني صاحي من النوم انا هبقى بلوجر، دي نظرات حلم من احلامه انه يبقى بلوجر. اندومي حلي يومي. 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 اندومي حلي. الواد عمل اكتر حاجات في الدنيا ما ينفعش تتعمل مع بعض. المشكله ان انت تبص على اللايكات تلاقي 91,000 لايك. طبيعي الواد ده لما يلاقي الارقام دي تاني يوم هينط من الدور ال 14 وهيقول انا باتمان ما بيطيرش، انا بطيره. باتمان بيحلي الفنان، انا فنان. ده تعفن دماغي. ما انت لما يعمل كده يلاقي فيديو واحده بتتورك، وبعد كده فيديو عزا ابن ممثل درجه ثالثه وابراهيم اسمه ابو شنب راح يخش عافيه، وبعد كده يقلب يلاقي ناس بتموت يعني في حروب، ويروح عامل كده يلاقي برضو رقاصه بترقص روسيه، لان مفيش رقاصات مصريات في مصر. دي حاجه غريبه جدا، رقص شرقي بيرقصوه روسيين. يعني ايه فين الرقص فين الزنا الجميل والله بجد. فين ايام مش قصدي حاجه يعني، بس بيبقى في انا احب اشوف مش عايز اشوف واحده بيضه بترقص. ليه بيضه احنا دي بشرتنا، انا لوننا كده مصري ولوني مصري، عايز اشوف حاجه مش يعني مش قصدي حاجه يعني. لا يعني ده هزار يعني، مش قصدي يعني. بس بجد البرين روت ده ودانا في داهيه يعني بجد. بكل ما تقلب السوايب بحدث ومشاعرك تتفشخ، تعيط بعد كده تضحك بعد كده تصوت بعد كده تترعب بعد كده تضحك بعد كده تتنمر. يعني بيجيبوا لك حاجه ريسست فشخ، اللي هو انت اللي هو مثلا مصيده فيها بطيخ وفرايد تشيكن. اكيد مش هيصطاد فار، انا عارف هيصطاد ايه ومش هينفع اقول. برجو بيرياكت. هذا دلوقتي لسه دلوقتي الحمد لله كويس. الزم الامور تمام والصحه ماشيه كويس. الامور تمام كله تمام طب الحمد لله. انا بعشق الفيديوهات دي يا جدعان. انا بعشق الفيديوهات دي يا جدعان. مش يمكن والعياذ بالله الفرحه دي من الكبائر او طعمها مر يعني، فما يعني ما اصل يعني يومكم غافلك. انا في واحد صاحبي قال لي انا دوباميني خلص. حد من صحابي قال لي يا احمد يا ابني، حط ايده كده قال لي انا دوباميني خلص. هل الفرحه هي انا نسيت طعم الفرحه. ابو تريكه الفرحه صعبه. حسن شاكوش الناس بقت هو يلحق الحاجات دي بتضحكني، لا اعلم اين المشكله لكن اشعر اني خاسر. احمد حلمي ندمان على اللي وصلت ليه نفسي. ندمان على اللي وصلت ليه نفسي. انا تعبان جدا ومتدمر نفسي. انا ما عنديش حد اتكلم. ما عندنا يا جدعان الحاجات دي بتضحكني يا عيني. الناس بتستنجد باي حد. كله يا عيني بتشعبط في كله يا عيني. الناس عايزه حاجه. الناس يا عيني عايزه دوبامين.
السوشيال ميديا حتى ما بقاش فيها دوبامين زي زمان، بقى برين روت يا عيني، بقى تعفن دماغي. الناس عايزه فرحه يعني، حتى الناس بقت بتتلامض على محمد صلاح انه ما سجلش، ما كسبناش كاس عالم يعني. اللي هو يا عم اي فرحه، اي فرحه الله يبارك لك. دوباميني خلص. ممكن حد يعمل ميم يعمل لي كده اللي هو بعمل كده دوباميني خلص. بيرجو بيرياكت. بس كده يا جدعان، مبسوط بالفيديو ده معاكم، وقتي خلص، دوباميني خلص. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. موبايلي برن السلام عليكم. خوارزميات يوتيوب بتقولك ان الفيديو ده هيعجبك،